دايما بتسمع io andavo, io ero, io sono andato, io ho mangiato. انت مش عارف ايه الفرق ما بينهم، امتى استخدم andavo، امتى استخدم sono andato. النهارده مع بعض في الفيديو ده هوضح لك امتى تقولها كده وامتى تقولها كده. هنستخدم القواعد علشان نعرف نتكلمها، مش علشان نحفظها ونحل بيها. فيلا بينا. طريقة مبسطة جدا. قبل ما نشرح أي فروقات بين الاتنين لازم نعرف يعني إيه أصلا imperfetto، يعني إيه passato prossimo. هنترجم الكلام بتاعهم. لو جبنا كلمة imperfetto وحللناها، شيل مقطع مقطع ده بينفي أي حاجة. أوكي؟ هتلاقي الكلمة perfetto يعني حاجة تام أو حاجة كاملة. فimperfetto يعني حاجة غير كاملة أو حاجة غير تامة. بمعنى أصح إن الزمن ده بيقول لك أنا مش مهتم اقول لك انا حصلت امتى او ايه الوقت او التاريخ او في انه يوم بالظبط. فده ماضي غير تام. اوكي. طيب الباساتو بروسيمو، واحده واحده. باساتو يعني ماضي، بروسيمو يعني حاجه اما جايه قادمه او حاجه قريب، يعني حاجه لسه حاصله قريب. باساتو بروسيمو يبقى الماضي القريب. يعني هنا بيقول لك ان الماضي ده مش من بعيد قوي، مش مثلا من الاف السنين، لا، ده ممكن من سنه، سنتين، 4 ايام، 5 ايام. فده ماضي قريب. احنا كل ده ما شرحناش اي استخدامات، بس احنا بس بنفسر علشان نعرف يعني ايه كلمه باساتو بروسيمو ويعني ايه امبرفيتو بشكل بسيط خالص. اول فرق جوهري بين الاتنين ان الامبرفيتو انا بستخدمه لو كنت بعمل عاده في الماضي او لو حدث متكرر في الماضي. يعني انا كنت بلعب كوره وانا صغير، انا كنت بروح الحديقه مع ماما وانا صغير، انا كنت بزور اهلي في الارياف وانا صغير. فكل دي احداث متكرره، عادات في الماضي. ما قلتش يوم ايه بالظبط زرت عيلتي في الماضي لان ده كان حدث متكرر. انا بس بحكي لك، بعرفك ان انا كنت في الماضي بعمل حاجه بتتكرر بشكل دوري. كنت بلعب كوره، ما قلتلكش لعبت كوره امتى، الساعه كام، يوم الايه. كنت بفهمك ان انا كان عندي عاده لعب كره القدم. طيب، هل الزمن ده ليه علاقه بالحاضر دلوقتي؟ لا، العاده ديت مش موجوده عندي دلوقتي. انا كنت بزور اهلي في الارياف مثلا، دلوقتي انا مش بزورهم. انا كنت بلعب كوره، دلوقتي انا ما بلعبش كوره. اوكي. فزمن الامبرفكتو ملوش علاقه خالص بالبريزنتي او بالحاضر. على الجانب الثاني زمن الباستا بروسيمو حدث بيحصل مره واحده بس. انا لعبت كوره امبارح، عندي نقطه A وصلت لنقطه B، الحدث بدأ وانتهى. لعبت كوره امبارح انا اكلت بيتزا، من يومين اكلت بيتزا مع اصحابي. ففعل الاكل بدأ وانتهى، انا تميت فعل الاكل. فده الفرق الجوهري. عندي عادة او حدث متكرر في الماضي، وحدث واحد بس هو اللي حصل، بدأ وانتهى. لكن هنا انا ما اعرفش هو بدأ امتى وهو انتهى امتى. اكيد انا عارف اللي هو انتهى بس ما اعرفش امتى النهاية. خلينا نعمل مثالين حلوين جدا. Quando ero bambino، لما كنت طفل، giocavo il calcio con la mia famiglia، كنت بلعب كورة مع عائلتي. على الجانب التاني، ieri sera sono andato a giocare il calcio con i miei amici، رحت لعبت كورة مع أصحابي. الحدث الأولاني أنا ببين لك جدا إن أنا عندي عادة في الماضي اللي كنت بلعب كورة مع عيلتي. الحدث التاني أنا بقول لك إن أنا لعبت كورة مرة واحدة، مش عادة أو حدث متكرر. فده أول فرق جوهري بين الاتنين، إن أنا عندي حدث متكرر أو عادة، عندي حدث بيحصل مرة واحدة بس. فرق كمان من الفروق الجوهرية إن الإمبرفيتو بيجي في حالة وصف أي حاجة في الماضي. لو أنت عايز توصف حالتك، شيء، شخص، مكان، أي وصف في الماضي سواء لشخص أو لمكان أو لأي حاجة، بنستخدم في الماضي بس الإمبرفيتو. عايز أقول امبارح أنا كنت تعبان جدا. Ieri ero molto stanco. يبقى الامبرفيتو متميز، متفرد في حالة الوصف في الماضي. مستحيل تقدر توصف بالباساتو بروسيمو في الماضي. الأصح
grammaticalmente إن إحنا بنستخدم l'imperfetto. Ieri era una fredda mattina. كل ده وصف في الماضي. أوكي؟ يبقى أنت في أي حالة وصف في الماضي بتستخدم l'imperfetto. ما تستخدمش خالص il passato prossimo. الفرق التاني عندنا اللي إحنا لو عندنا في الماضي حدثين بيحصلوا مع بعض. يعني إيه؟ سهّل الدنيا يا عمر. يعني أنا كنت باطبخ ومراتي كانت بتغسل الأطباق. فدول حدثين بيحصلوا في نفس الوقت contemporaneamente. عندي حدث أنا باعمل حاجة وهي بتعمل حاجة في نفس الوقت. إحنا الاتنين ماشيين في مسار مع بعض، تزامن. يبقى لو حدثين متزامنين بنستخدم على طول l'imperfetto. Mentre io cucinavo, mia moglie lavava i piatti. Mentre io cucinavo, mia moglie lavava i piatti. طيب لو عندنا أحداث، حدث بيحصل ومن ثم التاني بيجي بعده، يعني واحد ورا التاني، حدث ورا التاني. أنا رُحت روما، بعد كده أكلت، بعد كده قابلت محمد، بعد كده ركبت الباص، بعد كده ركبت المترو وهكذا. عندي حدث ورا التاني. لمّا يكون أحداث بتحصل ورا بعض على طول بنستخدم il passato prossimo. Ieri sono andato a Roma e poi ho incontrato Mohammed e io e lui siamo andati a mangiare la pizza romana. وهكذا إلى ما لا نهاية. عندي أحداث بتحصل واحد ورا التاني. أوكي؟ حلو جدًا. زي ما قُلنا في البداية إن إحنا الimperfetto يعني ماضي غير تام، يعني إحنا ما بنعرفش هو حصل إمتى وهكذا. طيب لو أنا عندي حدث في الماضي ما لوش علاقة خالص بالحاضر، ما بنعرفش هو إمتى، ما نعرفش حصل إمتى، بنستخدم الimperfetto. ده بناءً أصلًا على معنى الحاجة محدد، ما لوش علاقة بالحاضر. Ad esempio io studiavo tanto sempre prima dell'esame. كنت باذاكر دايمًا قبل الامتحان. أنت ما قُلتليش إمتى كنت بتذاكر، ما قُلتليش الساعة كام، ما قُلتليش يوم الإيه، فهنا ما فيش تحديد، وطبعًا ما لوش علاقة بالحاضر، لإن أنت مش بتذاكر دلوقتي. عكس لو أنا قُلت لك io ho comprato una macchina، فأنت اشتريت عربية والعربية لسه معاك، فده ليه علاقة بالحاضر. فالimperfetto باستخدمه لو حاجة ما لهاش علاقة بالحاضر وغير محددة، لكن الpassato prossimo حاجة ليها علاقة بالحاضر، لإن هو ماضي قريب. خليك فاكر. فأنا مثلًا io ho comprato questa casa، ho comprato il telefono. أنا اشتريته وهو لسه متعلق بالحاضر، هو لسه معايا، فده ماضي ليه علاقة بالحاضر. فده طبعًا تالت فرق جوهري بين الاتنين. آخر حاجة عندنا لو إحنا عندنا حدثين بيحصلوا في الماضي. عندي حدث طويل وفي حدث بيقطعه. فمثلًا أنا كنت باتفرج على الماتش وبعد كده أبويا دخل عليَّ الأوضة. فإيه الحدث الأطول هنا؟ اللي أنا كنت باتفرج على الماتش. دايمًا الحدث الأطول في الماضي بيكون l'imperfetto، والحدث اللي بيقطعه بيكون il passato prossimo. Facciamo un esempio: mentre io guardavo la partita, mio padre è entrato nella mia stanza. كنت باتفرج على الماتش ومن ثم أبويا دخل عليَّ الأوضة. فإحنا بشكل بسيط خالص لازم نفتكر جدًا إن passato prossimo حدث بدأ وانتهى مرة واحدة، وفي الغالب إحنا عارفين البداية والنهاية، بس لو هو مرة واحدة خلاص واضح جدًا. imperfetto حدث متكرر عادة في الماضي. طيب لو عندي حدثين متزامنين يبقى imperfetto بيحصلوا مع بعض. لو عندي حدث بعد التاني يبقى passato prossimo. أي وصف في الماضي لأي حاجة imperfetto. لو عندي حدث طويل وحدث تاني قطعه، الطويل بيكون imperfetto والحدث اللي قطعه بيكون passato prossimo. الحاجة الأخيرة إن أنا الpassato prossimo ممكن يكون ليه علاقة بالحاضر. ho comprato il telefono، الموبايل لسه معايا. أما الimperfetto أنا ما باعرفش هو إمتى، وهو أصلًا ما لوش علاقة خالص بالحاضر، لإن هو أصلًا اسمه imperfetto. مثلًا quando ero bambino giocavo il calcio. أنا دلوقتي مش بالعب كورة، بس ده في الماضي وما أعرفش إمتى.
ومالوش علاقة بالحاضر. يبقى دي كل حاجة تخص الفروق بين الاتنين. دورك دلوقتي تحاول تطبّق بشكل عملي، تقرأ تستي طبيعية جدًا وتسمع كتير، ومع الوقت أنت هتقدر تميّز في الكلام. وبس كده. سلام عليكم.